في العالم اللي موجودين فيه حاليا، الحياة ما بقتش مجرد مكان تقدر تعيش فيه وانت شخص عادي، وعلشان تحصل على أبسط حقوقك لازم تكون وحش بمعنى الكلمة. كل واحد في الحياة بيلعب لصالح نفسه بقوانينه ولمصلحته هو وبس. مفيش حد بيعمل أي حاجة لمجرد إنه عايز يساعد، ومفيش حد هيقولك حتى على معلومة تفيدك بدون مقابل ليها. وفي الحياة دي في نوعين من البشر: النوع الأول اللي لما تجيله فرصة يسمع الحقيقة بيسمعها ويطبقها حتى لو بأي تمن، والنوع التاني بيحاول يتهرب عشان يفضل شايف الدنيا مكان وردي صالح لواحد ساذج زيه، وكل حاجة أهلك زرعوها فيك من صغرك هي هتكون أكبر سبب في فشلك. من أول كلام أهلك وتعاملهم مع الناس لحد المدرسة والتخرج، كل دي حاجات على مدار الوقت قدرت إنها تدمرك وتخليك إنسان ضعيف. إنسان لما بيخرج للحياة والعالم الحقيقي بيتصدم من وحشية البشر، وقد إيه ممكن الإنسان يخرج منه تصرفات أنت ما كنتش تتوقع إنها ممكن تحصل أساسا. وعشان كده في فيديو النهاردة أنا جاي عشان أنقذك وأقولك الحقيقة، ولكن زي ما قلتلك مفيش حاجة بدون مقابل، ولكن المقابل هنا إنك تركز معايا، لأني جاي أقولك إزاي تتحول من مجرد سجين لأفكار المجتمع المريضة لوحش خارج السيطرة. أول قانون معانا واللي من غيره أي شخص هيقدر يتلاعب بيك هو التخلص من فضولك. اوعى تسأل عن السبب، اللي ما يسألش عليك عنه ما سأل. بنت بتحبها سابتك وقالت لك مش هنعرف نكمل مع بعض، بكل بساطة ما تردش حتى عليها. خلي فضولك ده عندك انت وبس. الفضول بيقلل من هيبتك. الشخص اللي قرر انه عايز يمشي او ما يسألش اكيد عنده اسبابه، ايا كانت اسبابه دي منطقية ولا لأ دي مش قصتك، مش مشكلتك. ده شخص واخد قرار، حتى لو انت عرفت السبب مش هتغير اي حاجة. كل اللي انت هتعمله انك هتكون بتقلل من جاذبيتك، وهتخلي الشخص ده مصمم اكتر انه فعلا يمشي، لانه وقتها هيحس انه عنده تأثير عليك. ولما حد ما يسألش عليك ببساطة ما تسألش عليه، ايا كانت بقى الدنيا شغلاه عنده حاجات كتير في حياته او لأ، فدي مش مشكلتك. دي كلها أعذار الناس اخترعتها، لأنه على سبيل المثال لو بيحب بنت معينة حتى لو عنده 1000 حاجة هيكلمها. فببساطة كده هو لو عاوز يكلمك ويسأل الدقايق دي مش هيفرقوا معاه في حاجة، بس هو مش حاطك في أولوياته وعارف إنك كده كده موجود في أي لحظة يقدر يكلمك ويوصلك. ودي من الحاجات اللي انت لازم تغيرها. ما ينفعش حد بقالك كتير انت وهو مش بتتكلموا مع بعض ولما يرجع يكلمك يلاقيك زي ما انت، كأنك بتقول انا لسه واقف مكاني ما اتحركتش في اي اتجاه. لازم الشخص اللي قدامك سواء بنت او حتى واحد صاحبك يكون عارف انه لو بعد هيرجع يلاقي شخص تاني تماما، شخص كلامه على الحدود، شخص مش بيحب يهزر، شخص بارد. وعشان يكتسب ثقتك من جديد او حتى يرجع شخص عادي في حياتك لازم يقرب منك من جديد، وده مش هيكون سهل اطلاقا. وده لانه ببساطة شخص بعد عنك 5 أو 6 شهور ده معناه انه نواياه اتغيرت وبقى شخص تاني. ما ينفعش انت ترجع تعامله على انه مقرب ليك. ونرجع لموضوعنا، هو لو مشغول فانت كمان لازم يكون عندك حياة ومشغول. ما يبقاش كل الناس مش بتسأل ويقولوا اصل مصاعب الحياة والشغل، وانت تبقى داير تسأل على كله كأنك بتقول انا فاضي. لما تكلم حد بقالك كتير ما كلمتهوش عشان انت محتاج تعرف معلومة معينة منه، اسأل عن احواله وابدأ في كلامك مباشرة. المواضيع بتاعت فينك ووحشني والكلام الفاضي ده خليه بينك وبين نفسك. في الحياة دي انت هتقابل ناس كتير جدا، كله بيروح وبيجي مكانهم ناس جديدة، لانه ببساطة هي دي الحياة. وتمسكك بالاشخاص هيخليك شخص ضعيف، شخص فضولي وعايز يعرف كل حاجة عن كل الناس. انما التخلص من فضولك بيخلي الشخص التاني في حالة من الجنون،
عدم سؤالك عن سبب رحيل شخص معين بيخليه هو اللي عايز يعرف انت ليه مش مهتم. ولكن دي مش الحكاية، بل الأهم من كل ده هو انك فعلا تكون مش مهتم. لان زي ما قلتلك كل حاجة متغيرة، ولكن الحاجة الوحيدة اللي هتكمل معاك في رحلتك هو انت هو الثابت الوحيد وسط كل المتغيرات اللي حواليك. عشان كده ركز على نفسك وبس. من الحاجات الغبية اللي المجتمع العربي بيزرعها فيك من وانت طفل وهي الحاجة للغير والقوة في الأيادي المجتمعة مع بعض والكلام الفاضي ده. والدليل على تخلف الكلام ده هو حالهم اللي هم فيه حاليا. كانت نصايحهم نفعتهم هم واجتمعوا مع بعض، ولكن الأهم في كل ده هو إنك مع الوقت بتتبرمج على كده وإنك دايما في حاجة للغير. عندنا مثل مصري بيقول فيه اللي ما تحتاجش النهاردة لوشه بكرة تحتاج لقفاه، وفيما معناه انك ممكن تشوف انه في شخص معين انت مش محتاجه دلوقتي ولكن بعدين تحتاجه. وصراحة انا مش عارف مين المتخلف اللي قال حاجة زي كده، لانه ده في محاولة صريحة منه انه يخليك تحتفظ باكبر قدر من الناس حواليك حتى لو مش محتاجه دلوقتي، وهو شخص ملوش اي لازمة وانت مش مستلطفه، بس يمكن تحتاجه قدام. وده فكر مسموم، فكر بيخليك عايز دايما ترضي اللي حواليك، يمكن في يوم من الايام تحتاج حد فيهم. فكر بيخليك دايما بتتودد زي الاطفال عشان ترضي الناس وتجمع ارقامهم، يمكن في وقت ما تحتاج حد منهم، وده هياخد منك وقت ومجهود نفسي. وفي النهاية وبعد كل التعب ده كل اللي هيحصل انك في الوقت اللي هتحتاج فيه حد فعلا مش هتلاقي اي حد بيرد عليك، وده لانه مفيش حد هيفيدك في الدنيا دي غير نفسك. في المجتمعات المتحضرة دايما هتلاقيهم بيعتمدوا وبيعلموا الفرد وبيخلوه من وهو لسه صغير يخرج للعالم ويعتمد على نفسه، وده لانه ببساطة انت لازم يكون عندك اكتفاء ذاتي، شخص مش في حاجة لأي حد. انت عندك العلم الكافي اللي يخليك تعمل كل الأساسيات في حياتك، واي حاجة تانية انت محتاجها تقدر بالفلوس تشتريها. مش لازم يكون عندك آلاف المعارف عشان تقدر تعيش. المعارف مهمة لو كانت معارف ذو أهمية أصلا، إنما إنك تمشي تتعرف وتتودد لكل الناس يمكن في وقت ما تحتاج حد فيهم، ده يخليك كأنك ماشي في الشارع بتفتش في الزبالة، يمكن وسط الزبالة دي تلاقي حتة دهب. المعارف اللي انت بتدور عليها وذو قيمة عالية وهيفيدوك عشان توصل لهدفك هتوصل لهم وانت بتتحرك لقدام. انما كل الكلام اللي بتسمعه عن العلاقات حاليا ما هو الا مضيعة للوقت وللطاقة. ولو عايز تتعرف فعلا على ناس بنفس افكارك انصحك بالانتساب في القناة، لاننا هناك بنعمل كوميونيتي كامل. من أهم الحاجات اللي لازم تكون عارفها وإلا هيتم التلاعب بيك وهتفضل تابع طوال حياتك، وهي إن الشروط والمبادئ الخاصة بأي شخص لازم تقف عنده، وإنما فرضها عليك بأي شكل من الأشكال حتى لو بطريقة غير مباشرة لازم وقتها تاخد رد فعل معادي. ومحاولتك انك تكون هزاز راس عشان ما تخسرش الشخص اللي قدامك هيخليك تيجي على نفسك طوال العلاقة او حتى انهائها بشكل اكتر من سيء. وعشان تكون فاهم بس، هزاز الراس ده هو الشخص اللي طوال تحدثه مع الطرف التاني بيفضل يهز دماغه بالموافقة على كل كلامه. من بداية اي علاقة بتدخلها سواء انت مؤمن بالصداقة او حتى الحب لازم تحط انت شروطك وطبيعتك قصاد اي حد. عجبه يبقى تمام، ما عجبهوش ممكن ساعتها يخبط دماغه في الحيطة. وانا هنا بتكلم عن الصداقة والحب بس، لانه في البيزنس والاعمال انت بتحتاج تتلاعب وتتلون عشان توصل لاهدافك.
وبعد ما توصل تقدر تعمل بعدها اللي انت عايزه. انما في العلاقات ديت محاولتك انك تبان في احسن صورة وانك تتلون او حتى توافق الطرف التاني على كل ارائه حتى لو كنت انت مش مقتنع بيها هتخليه يتعود على دوت، ولو تجاوز مرة وسمحت له بكده هتخليه يفضل يعمل كده معاك للأبد. فمن بداية النوعية دي من العلاقات لازم تكون صارم، انت اللي تحط شروطك، ولو الطرف التاني حب يفرض عليك رأيه أو شروطه أو حتى معتقداته بكل بساطة سيبه وامشي، لأنه محاولتك للحفاظ على العلاقة عشان لسه في أولها عشان تبان إنك ودود وإنت ضد كل كلمة الطرف التاني بيقولها هتخلق عندك نوع من التناقض، ومع الوقت هتكره نفسك. خصوصا انه النوعية دي من العلاقات من المفترض انها تستمر لفترة كبيرة، وخوفك من خسارة شخص ما عشان انت لسه متعرف عليه جديد ومش عايز يكون بينكم جدال او اختلاف من البداية هيخليك تعمل نفسك موافق مع كل كلامه اللي انت اصلا مش طايق تسمعه. انت في النوعية دي من العلاقات مش مجبر اساسا على الطرف التاني، عكس مثلا علاقات العمل اللي السوق وقتها بيفرض نفسه عليك. انما هنا انت حر تماما، مش عايز تقعد مع الشخص ده ما تقعدش معاه، عايز تقوله ان هو تافه وكل كلامه غلط اعمل كده، انت حر تماما. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.